روح. ده ما حد ده جماهير الزمالك زعلانه ان هو روح، ده هو اللي سابه. لك على جماهير الزمالك وفريرة والعلاقه الكبيره يا عم ماشي، ده حاجه بس انا عايز. عندك الفيديو بتاع جماهير الزمالك يا عم ماشي، ما عندناش مشكله، بس هي المشكله هو مين اللي حط الزمالك خامس؟ مجلس الاداره ولا فريرة؟ مين اللي مشى فريرة؟ مجلس الاداره ولا هو؟ ما دي اسئله لازم تطرحها. مجلس الاداره. فين ده؟ لان هقول لك، بص اطلع بالفيديو ده عشان اقول لك مين اللي مشى فريرة. انت فاكر الجماهير هي اللي مشت فريرة؟ لا هو اللي مشي. الجماهير اهو هتقول لك ايه يابا هو اللي مشي. اسمع طيب يا عم انا سامع، ما انا عارف، ما انا سمعت الشوط الاولاني وقبل الماتش. ايه خلاكوا الخامس؟ ايه ضيع الكاس يا ولادي الايه؟ ده عند في رئيس النادي ده يعني عنده كده رئيس النادي يعني بتعند مع رئيس. هو مفكرين ان هو اللي مشاه. هو الراجل اللي مشي. هو اصلا بعد ماتش الاهلي في الجلسه هو قال لك هقعد لغايه بعد ماتش فاركو. طيب بالرغم من كده كابتن هو اللي مشي بعد ماتش المحله. هو اللي مشي. انا ما بتكلمش على دي، انا بتكلم على الحاله ما بين الجمهور. يا عم ماشي، بص خلي بالك الجمهور ده عايش. اول مدير فني اجنبي في تاريخ نادي الزمالك يبقى العلاقه ما بينه وما بين ويكون خسران كاس، خرج من الكاس ده عنده كله في مجلس الاداره وخسران من الاهلي وجماهير الزمالك بتنادي له. طب قول لي بقى، قول لي ماشي. ده الجماهير بتحس بان في مجهود بيتعمل. فين المجهود؟ ما هو ده كابتن، ده فيديو. والجماهير دي مش جماهير الزمالك يا عم ماشي. ده عند في رئيس النادي. عنده ليه رئيس النادي اسمع الكلام. العلاقه نفسها يا هم شايفين الراجل ده. بص كل الجمهور اللي بيخش ده، كل جمهور اللي بيخش ده جمهور الالتراس اللي هو اصلا ضد رئيس النادي، ورئيس النادي ضدهم. هو ده جمهور نادي الزمالك كابتن. ايه؟ وده جمهور نادي الزمالك. لا ده اللي في اللي في الملعب. لا مش هو جمهور الزمالك. جمهور الزمالك برضه. جمهور الزمالك اللي هو طالب. كان هم فكرهم ايه ورايهم ايه يابا ماشي يعني. يا عم ماشي على دماغنا من فوق. طب هو ماشي، انا معاك واحده واحده. مين اللي خسرنا كاس لوسيل؟ ماشي هو خسر ادي واحد والراجل موجود. اسمع بس، ادي واحد. ما انا عادد معاك على فكره. ومين اللي خسرك ماتش الاهلي اللي انت لو كسبته الاهلي هيقعد في عميان لمده الكاس 5 سنين. الكاس اللي هو السوبر المصري. مين اللي خسرك؟ ادي 2. الدوري انت ماشي فيه الخامس. كاس مصر مين اللي خرجك؟ استنى بقى عشان بس الناس اللي هي ايه الفهمه دي اللي بتقول لك فالدو فيريرا. طيب انت في ماتش بيراميدز، ماتش بيراميدز تعرف ان المدرب ما عندوش ب3 جنيه كوره اللي هم عمالين يشوطوا بيه وعمالين يقول لك مش عارف ايه والكلام ده. انت الراجل دلوقتي في الدقيقه 5 جاب هدف حصل. الدقيقه 11 طرد للاعيب علي جبر من بيراميدز. اذا ان الجيم اتفتح. الدقيقه مش عارف كام وطلع عبد الله السعيد اللي هو صانع العابه اللي هو القينونه بتاعت فرقه بيراميدز، وطلع ابراهيم عادل اللي هو النشاط والحيويه، صح؟ يعني اذا الراجل بيقول لك ايه؟ انا مش عايز اجوان تخش فيا تاني. انت مفروض بقى يا عم العبقري، يا عم البروف، ايه اللي يحصل؟ ادوم 2 3 4. ده عندهم نقص عددي وانا كسبان. انما للاسف هو واقف اقسم بجلاله الله ما مركز ولا عارف هو يعمل ايه. ده بيجي يغير التغيير ينسى ويغير تغيير تاني. ده في بلاوي متلتله. بس هم انا نفسي امير يطلع يتكلم. عشان دايما دلوقتي بقى طلعت نغمه ايه؟ الصفقات مش هو اللي جايبها يا راجل. ده هو قال لهم كده اول ما جه يجدد، قال لهم اي لعيب يجي عن طريقي، اي لعيب يمشي. في صفقتين هو يعني مش بمزاجه. مصطفى شلبي تقريبا وعمرو السيسي. طب ماشي، دول عشان رايحين النادي الاهلي. يا حبيبي لا، حبيبي لا. وهم قالوا له كده، قالوا له هنجيبهم وما تلعبهمش. وهم لاعبين كويسين اصلا. ما هو بقى هنا العمل الحيثي اللي بيقولوا عليه. انت